لو انتم من محبين القطط اكيد سمعتوا عن علاقه بينها كده وبين التوكسوبلازما. خلينا نفهم الموضوع ده صح. طيب ايه هو التوكسوبلازموزيس؟ ده مرض بيجي نتيجه الاصابه بطفيلي اسمه التوكسوبلازما جوندي. طيب وليه دايما القطط متهمه في الموضوع ده؟ ده لان القطط ليها دور اساسي في دوره حياه الطفيلي. طيب في نقطه مهمه لازم نوضحها في الاول، هو ان في ناس كتيره جدا على مستوى العالم اتعرضت للطفيل ده قبل كده، وفي الغالب الناس ما بتحسش اصلا باي حاجه. طيب ولما هو الموضوع بسيط كده، ليه في ضجه حوالين التوكسوبلازموزيس؟ عشان احنا بنخاف دايما من الاصابه وقت الحمل. لو الاصابه كانت لاول مره وقت الحمل وخصوصا في اول 3 شهور، ففي نسبه مش بسيطه ان الطفيل يعدي للجنين ويعبر المشيمه. وده بقى ياخدنا للنقطه الثانيه، ليه القطط ليه دايما هي المتهمه؟ احب اقول لك ان مش هي المتهم الرئيسي، ومش هي المصدر الاساسي للاصابه بالتوكسوبلازما. المصدر الاساسي هو الاكل الغير ناضج بشكل جيد زي اللحوم او زي الخضروات اللي مش مغسوله بشكل جيد اللي جايه من تربه ملوثه بالطفيل ده. وفي الاخر تعالوا اقول لكم على شويه نصايح سريعه كده لو احنا عندنا قطه في البيت. اول حاجه ان احنا ننظف صندوق الرمل بانتظام، وطبعا يفضل ان حد غير البنت او المراه الحامل هم اللي ينظفوه. تاني حاجه هو ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا جدا بعد التعامل مع اي حاجه ليها علاقه بفضلات القطه. واخر حاجه ان احنا ما ناكلش لحمه مش مطبوخه كويس، ونغسل الخضار والفواكه كويس جدا، لان زي ما قلنا ده المصدر الاكبر للعدوى بالتوكسوبلازموزيس. فرسالتنا الاخيره ان القطط مش هي الخطر الاكبر، لكن الوقايه هي العامل المؤثر والاهم.